السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسعاده. اتكلمنا امبارح قلنا القمه العربيه يا رب وربنا يستر. في اللي بيحب فشل القمه العربيه، وفي اللي منتظر فشلها، وفي اللي بيتكلم عن فشل القمه العربيه من قبل بدايه القمه العربيه، من قبل التحضير ليها، وفي اللي طلع على كل رئيس كلمه وعلى كل ملك كلمه وعلى كل امير كلمه. مين قال ان القمه فشلت؟ مين من الامراء او الملوك او الرؤساء ما حضرش؟ لو اتكلمنا عن السعوديه بعتت منيب عنها على اعلى مستوى سمو الامير وزير الخارجيه. لو اتكلمنا عن الجزائر في منيب عنها مش مندوب عنها، في فرق بين المنيب وبين المندوب. في منيب عنها، يعني منيب عنها ده بيكون على اعلى مستوى من الدرجات السياسيه. طب مين ما حضرش يا ساده يا محترمين؟ فشل القمه يا ساده محترمين. نجاح القمه بعد انتهاء القمه بنشوف البيان الختامي، بنشوف التحضيرات، بنشوف التجهيزات اللي هتتم على ارض الواقع. هنشوف هيتم تحديث وهيتم اعمار وهيتم تجديد وهيتم احلال وهيتم دخول المعونات وهيتم تحديث المنازل المتحركه ودخولها، ولا مش هيتم؟ هنا نقدر نقول. ولكن علشان نمشي ورا كلام ناس مغرضه من الاخر وكلنا بنحاربهم من اول لحظه، الكل بيقول ان الدوله فشلت في تجهيز القمه، الدوله فشلت في تجميع العرب. لا، هو النهارده انا بحدد ميعاد، الميعاد ده مش لازم يتناسب مع كل الحكام وكل الرؤساء وكل الملوك. النهارده بلدك فيه ظروف، النهارده الحاكم عندك له ظروف، النهارده الرئيس بتاعك عنده ظروف، والظروف كلها بتبقى ظروف سياسيه مش ظروف صحيه ولا مرضيه. يا ساده محترمين، لما الكرسي بتاع ملك السعوديه يكون فاضي نقدر نقول ده ما جاش، لما بتاع الجزائر فاضي نقول ما جاش، لما بتاع المغرب فاضي نقول ما جاش. لكن لما يكون في ناس منيبه عنهم فهنا هم كمان حضروا على اعلى مستوى، مش مستوى بسيط. ده بالنسبه للقمه ما تقدرش تحكم عليها النهارده وتقول فشلت، لا هي نجحت نجاح مبهر. ولكن هنشوف النتائج على ارض الواقع، هنقدر نحقق ايه وما نحققش ايه. هو ده الحكم وهو ده الفصل عشان تريحوا دماغكم. نمرة 2، حكاية ان مصر ما تقدرش تحارب اسرائيل. احنا ما بنحاربش حد، احنا دولة ندعو الى السلام. لو هنحارب كنا حاربنا اثيوبيا، لكن احنا بندافع عن امننا الوطني، بندافع عن امننا القومي، بندافع عن الشعب المصري، بندافع عن الامة العربية، بنحارب الارهاب بنفسنا، ما بنحاربش يعني ما حدش جه ساعدنا في محاربة الارهاب. فيا سادة يا محترمين، هتمشي ورا القنوات اللي ضد وطنك، امشي موجودة وعلى يعني ما فيش حاجة فيهم مقيدة. عايز تسمع كلام العقل اسمع كلام العقل، عايز تعيش الواقع عيش الواقع، ما انت عايش الواقع. هو مين جه خرب عليك الواقع؟ ما انت عايش الواقع بحلوه بالوحش بتاعه، انت عايش الواقع. فما تخليش حد يلعب في دماغك زيادة عن اللزوم. احنا ما بنحاربش، لكن انت عندك اقوى جيش على مستوى الشرق الاوسط ومصنف رقم 10 على مستوى العالم، والبحريه مصنفه رقم 4 على مستوى العالم، والجويه مصنفه رقم 5 على مستوى العالم. يعني انت عندك جيش تتشرف بيه. ساعه الحرب هيكون موجود، مفيش حرب خلاص، لكن بنطلع نعمل مناورات، بنطلع نعمل تحديث للاسلحه، بنطلع نعمل تدريبات والدنيا كلها شايفاها. ولو انت دوله ضعيفه كان زمان حصل معاك اللي حصل من غير ما نحدد اسامي في بعض الدول العربيه، بس اللي احتل الجنوب واللي احتل الجنوب الشرقي واللي خد اقصى الشمال، واللي بيتباهى بيقول لك انا بحكم دوله. بتحكم دوله ايه؟ ده انت بتحكم الوسط فقط، بيتاخد منك الجنوب والجنوب الشرقي ويتاخد منك الشرق. فيا ساده يا محترمين، مصر مش ضعيفه، لكن احنا لا ندعو الى الحرب، لكن لو اتفرضت علينا الحرب هنكون لها باذن الله. ما تخليش حد يلعب في دماغك، بص بعينك وشوف الواقع اللي قدامك ويقدر حدد ايه الصح وايه الغلط. القمه نجحت، لكن تحقيق الاهداف هو ده اللي هيعتمد على المعونات. هنشوف خلال الفتره اللي جايه ايه اللي هيتم. شكرا جزيلا لحضراتكم، ودايما نقول تحيا مصر بلدنا، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم.